الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، قال: فصل في المياه. وقوله فصل رحمه الله، هذا الكلام يؤتى به لترتيب المسائل، وفي بعض النسخ باب وليس فصل، وهو الأنسب والأريق، لأنه يذكر بعد ذلك أبوابا، يقول باب إزالة النجاسة، باب كذا. لذلك كان الأريق أن يقول أو الأنسب في هذه النسخة أن يكون باب، وأهل العلم يذكرون بعد الكتاب الباب، فكتاب الطهارة، ثم يذكرون باب، وبعد الباب فصل، لتسهيل العلم وترتيبه، وللتشويق في أن الإنسان ينتهي كل ما مر من مسألة وفصل انتهى منه فينشط للفصل الآخر. فبعد الباب فصل، وبعد الفصل يذكر بعضهم المباحث. بعد المبحث أو في المبحث الواحد فيه عدة مطالب، وربما بدل المطالب تكون مسائل، مسألة كذا مسألة كذا. وبعضهم يكتفي بالباب فقط، وبعضهم يكتفي بالباب ثم الفصل. قال رحمه الله: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط فتقدم عليها، فمنها الطهارة. قد مر معنا أن المؤلف رحمه الله بل والفقهاء رحمه الله تعالى يرتبون كتب الفقه على ما جاء في أركان الإسلام الأربعة: الصلاة، ثم الزكاة، ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الحج. وقدموا الطهارة كما مر معنا في كتاب الصلاة، لأن الطهارة مسائلها كثيرة، فقدمها وإن كانت هي شرط من شروط الصلاة. قال: الطهارة أي من شروط الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. يعني بين المؤلف رحمه الله أن الطهارة من 3 أشياء: الأمر الأول من الحدث الأكبر، ويأتي معنا كالاغتسال من الجنابة. والأمر الثاني الحدث الأصغر، ويرفعه الوضوء، وهذا رفع الحدث سواء كان الأكبر بالغسل أو الأصغر بالوضوء. الأمر الثالث النجاسة، أي إزالة النجاسة. والنجاسة كل عين، يعني جرم، كل عين أمر الشرع بإزالتها والتطهر منها. هذه نجاسة، سواء كانت هذه النجاسة في الثياب، أو كانت هذه النجاسة في البقعة والأرض، أو كانت هذه النجاسة في البدن، كما سيأتي معنا. قال رحمه الله: الطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء، وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر أو يطهر من الأحداث والأخباث. الطهارة نوعان: الأصل بالماء، ثم الفرع كما سيذكر المؤلف بالتراب. فالأصل بالماء، والماء ما هو؟ فهو المقصود بالماء المطلق، ولذلك جاء لك بالمثال وصور بهذا الماء. قال: كل ما نزل من السماء، المطر، سواء كان ماء أو ثلجا أو بردا
أو نبع من الأرض، يعني سواء من الآبار أو الأنهار أو العيون، فهو طهور يطهر أو يطهر من الأحداث، الحدث الأكبر والأصغر، والأخباث أي النجاسات. ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. يعني الأصل في أن الماء يطهر، ولو حصل له شيء من التغير اليسير، يعني تغير الماء بسبب التراب أو الغبار أو المجاورة، جاور بعض الأشياء فتغير ريحه أو تغير طعمه بسبب مجاورة بعض الأشياء، فإن هذا ماء طهور. أو خالطته بعض الأشياء الطاهرة لكن لا يزال ماء، يعني شيء من الصابون لكن لا يزال ماء، فإن هذا يتطهر به، وإن كان لا يشرب، فإنه ليس كل ما يشرب، لكن كل ما مطلق يتطهر به، يتوضأ منه الإنسان، كماء البحر فإنه طهور يتطهر به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر أن يغسل الرجل بماء وسدر، والسدر الغسل المعروف، السدر الغسل والغسل. هذا الغسل إذا وضع على الماء يغير من شيء من الماء، ومع هذا أخبر النبي أنه يغسل الميت به ويطهر الميت به، فدل على أن الماء باق على أصله وإن تغير تغيرا يسيرا. أما إذا انقلب من شيء إلى آخر، كأن يصير لبن أو شاي أو شيء من الأشياء، ماء أضيف له مادة صار شاي، أو سكب عليه شيء صار لبن، هذا ليس ماء، هذا لبن على صفته، يقال مرق، لبن، شاي، عصير، وإن كان فيه ماء إلا أنه خرج من وصفه ووصف المطلق، فهو ليس بماء، ولا يجوز أن يتوضأ به ولا يتطهر به ولا تزال به النجاسة. هذا هو الأصل. قال رحمه الله: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. يعني الآن الماء ينقسم إلى قسمين: ماء طهور يتطهر به، وهو الماء المطلق، مطلق اسم الماء فيه، الذي باق على وصفه لم يتغير تغيرا كلي، فهذا الأصل فيه أنه يتطهر به، يزيل الأخباث والأحداث. القسم الثاني ماء نجس، القسم الثاني ماء نجس، وهو الماء الذي خالطته النجاسة فغيرته. لذلك العلماء يقولون يعني هو على 4 أنواع سيكون. يقولون الماء الكثير الذي لم يتغير بالنجاسة فيبقى ماء، يبقى على ما هو عليه ماء. عندك ماء مثلا في خزان ووضع عليه يعني كوب من النجاسة أو شيء من النجاسة، والماء كثير لا يتغير، فإن هذا يبقى على وصفه ماء. فالماء الكثير الذي يعني لا يتغير بالنجاسة فإن هذا يبقى على وصفه ماء طهور. والماء اليسير أو القليل الذي يتغير بالنجاسة فهذا يكون ماء نجس. والماء الكثير الذي تغير بالنجاسة يعني ربما ماء يعني في بير لكن تسكب عليه مجاري، حصل أن المجاري سكبت على هذا الماء، فهذا ماء نجس وإن كان كثيرا، فإما بعد ذلك يعني ينزح يخرج حتى يصفي ذلك البير، كما يحصل في بعض الأماكن، يصفي ذلك البير بسبب إيش؟ النزح، الأخذ منه، يأخذون منه،
إلى أن يتجدد ويرجع على وصفه الأول. لكن في الوصف السابق هو ماء نجس، لأنه خلطته نجاسة غيرته، وإن كان كثير، وإن كان خزان أرضي يعني 10,000 لتر، لكن انفجر بيب المجاري فيه ودخل ماء نجس اختلط مع الماء الكثير، فإن هذا نجس، ماء نجس ما دام أنه قد تغير ولو كان كثيرا. وهناك الماء القليل لكن لم تخالطه نجاسة إلا قليل، لم تغيره، كأن يكون إنسان عنده مثلا بالد ماء وقطرة بول أصابت ذلك البالد الماء، فليس فيه شيء، لأن هذه القطرة لا تغير هذا الماء الكثير، لا تغير هذا الماء الكثير بالنسبة لقطرة البول أو قطرة البول. فهذا المقصود يعني بمخالطة النجاسة للماء، إما أن تغيره فهو نجس، وإما أنها لا تغيره فهو طاهر، وإما أن يكون الماء طاهر من أصله فهو ماء طاهر في الأصل، فهو ماء طاهر. وهذا يستفيد منه الإنسان كثيرا، لا سيما إذا كان محتاج إلى هذا الماء، وإنسان مثلا وجد ثأر أو كلب أو يعني كذا في بير قد مات، تغير عرف هذا البير أو طعمه أو ريحه، فإيش الحل؟ يلغى؟ لا، الحل كما مر معنا إما بالنزح وإما بالإضافة. يقولون تغيير النجاسة يكون بأمرين، إما بالنزح وهو إخراج الماء النجس، وإما بالإضافة فيضاف كثير من الماء الذي يؤدي إلى بقاء الماء على أصله بعد ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على النجاسة، على بول الأعرابي أهريق عليه من أجل إيش؟ من أجل أن تذهب النجاسة وتنتهي، ويبقى الماء ويبقى المكان طاهر، ويبقى المكان طاهرا. قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. هذه قاعدة عظيمة تنفع المسلم في أشياء كثيرة، بل يعني الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة في كثير من أبواب العلم، كثير من أبواب الحياة. أي شيء يجده الإنسان هل هو طاهر أو نجس؟ الأصل في الأشياء أنها طاهرة، والأصل في الأشياء أنها مباحة حلال ينتفع المسلم به. إذن النجاسات والمحرمات محصورة إما بأعيانها أو بأوصافها، النجاسات أو المحرمات محصورة. وأما المباحات والأشياء الطاهرات فلا إحصاء لها، ما من شيء في هذا الوجود في هذه الدنيا إلا والأصل فيه أنه طاهر أو مباح، إلا إذا جاء دليل على أنه حرام أو دليل على أنه نجس. إنسان مثلا يعني وجد شيء من الأشياء اللي تؤكل، هل هو حلال أو حرام؟ الأصل أنه حلال، إلا إذا دل دليل أنه فيه مثلا مسكر أو أنه فيه سم أو أشياء تضر، وهنا الأصل أنه مباح، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء الله يمتن على عباده أنه خلق كل شيء للإنسان في هذه الحياة، في هذا الوجود، في هذه الدنيا، من المأكولات والمشروبات والملبوسات والأشياء اللي ينتفع بها في حياته. فخلق الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا الآية قال العلم هي صيغة مساق الامتنان على الإنسان، وهذا دليل على أنه ينتفع به. ومعلوم أن النجاسة والمحرم لا يجوز الانتفاع به، لا ينتفع الإنسان بالنجاسة بمعنى أنه يتناول أو يأخذ أو كذا، وهكذا الأشياء الحرام. فدلت الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. فماذا نستفيد من ذلك؟ قال المؤلف: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة
أو غيرها فهو طاهر. إنسان يقول لك يا أخي أنا ما أدري هذه الأرض فيها يمكن فيها نجاسة، يمكن بال فيها صغير، يمكن حصل فيها كذا، إيش نقول له؟ الأصل في الأشياء الطهارة. يجوز لك الصلاة في هذه البقعة، يجوز لك إيش؟ الصلاة في هذه البقعة. يقول أنا ما أدري الآن هذه الثياب معلقة وهذا باب وساوس، لكن يقول هذا الثوب أنا ما أدري هل فيه نجاسة أو لا. الأصل إيش؟ أنه طاهر، الأصل أنه طاهر. مر الإنسان بجانب مثلا يعني مجارب أو مجارب نجاسة، ومرت سيارة بجانب هذا الإنسان، فهو ما يدري أصاب السيارة هل أصابت الثوب بالنجاسة مع مشيها أم لا. نظر للثوب وجد ما في شيء، والأصل إيش يعني؟ الأصل أنه طاهر لا يشك. قل لا بروح أبدل لأن جزعت سيارة في مكان مجاري وأنا مشيت من ذاك المكان، لا، الأصل أنه طاهر. لا يجب عليك أن يعني تستبدل هاي الملابس، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. وهكذا يعني كذلك الماء، يقول لك هل هذا الماء طاهر ولا لا؟ وجدنا ماء في علبة أو وجدنا ماء في دبة، فهل هذا الماء طاهر أو نجس؟ يقال انظر إلى الأوصاف، إن فيه نجاسة فهو نجس، وإذا ما فيه يقول لك قد يكون فيه، قد يعني الله أعلم ما حد يعرف. يقال له الأصل إيش؟ طهارة. هذه وساوس. الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الماء الطهارة، والأصل في الثوب الطهارة، والأصل في البقعة الطهارة. فهذه الأصل فيها أنها طاهرة، فلا يشك الإنسان من هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه يبقى على الأصل ويبقى على البراءة الأصلية. قال فهو طاهر، أو يتيقن الطهارة وشك في الحدث، يتيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. يعني إنسان توضأنا العصر، صلينا العصر على وضوء الحمد لله، ثم جاء المغرب، يقول لك يا أخي أنا ما أدري الآن جلست في المسجد لما المغرب، بس أنا في شك هل أحدثت في المسجد أو لا، يعني هل حصل مني شيء، كيف الآن، هل أنا على طهارة ولا لا، هل أصلي المغرب بوضوء العصر أو لا. فالأصل إيش؟ الأصل أنه طاهر، والنجاسة أو الحدث شاك فيه فقط، فيبقى على اليقين. هذه قاعدة عظيمة، يقولون اليقين لا يزول بالشك، قاعدة من القواعد الكبرى عند أهل العلم في جميع أبواب الفقه. يقول السيوطي رحمه الله، يقول تدخل هذه القاعدة في جميع أبواب الفقه. ليش؟ اليقين لا يزول بالشك. أنت متوضئ، يقول أيوة، تشك أنك على يعني حدث، يقول أيوة شك. هذا الشك لا يزيل اليقين اللي في نفسك، ما يزيل اليقين. العكس، إنسان يعني أحدث ثم جاءت صلاة المغرب، يقول لك أنا في شك، أنا رحت عند الحمامات، رحت عند المواضع، بس أنا أشك هل توضأت ولا لا، ما أذكر، سبب انشغال كلام وكذا ما أذكر توضأت ولا ما توضأت. إيش الأصل؟ إيش الأصل؟ أنه ما توضأ. اليقين أنه أحدث، الشك هل توضأ أو ما توضأ، هذا عكس الآن. ذاك اليقين أنه متوضئ، والشك هل أحدث أو ما أحدث. هنا في المسألة الثانية اليقين أنه محدث، لكن يشك هل توضأ أو ما توضأ. الأصل إيش؟ أنه ما توضأ. إنسان يقول يا أخي أنا شكيت هل صليت الظهر أو ما صليت الظهر. الأصل إيش؟ أنه ما صلى، لأن الأصل عدم الشيء، عدم الوجود، يعني البراءة، بقاء ما كان كما يقال على ما كان. فيقول الأصل إنسان آخر يقول لك أنا يعني صليت لكن ما أذكر الآن بعد الصلاة، يقول لك أنا ما أذكر يا أخي كأني ما صليت 4 ركعات، صليت 3 وفي شك. يقال الأصل أنك صليت 4 ما دام قد صليت وانتهيت من صلاتك، فالأصل أنك صليت 4 ركعات. هذا الشك طارئ بعد الفعل فلا يؤثر. والله تعالى أعلم. يأتي معنا إن شاء الله
بقية هذا إلى هنا نقف، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.